بوم. الجديد شديد مع النادي الاهلي يا جماعه، خبطه جديده فوق دماغ الزملكاويه ومجلس اداره نادي الزمالك. فلوس كهرباء وصلت، فلوس كهرباء وصلت، فلوس كهرباء يا جماعه بكره هتتحط في البنك في حساب نادي الزمالك. كده الزمالك بياخد خبطه على عينيه، كده مرتضى منصور كل يوم في خبطات لنادي الزمالك. حرام يا جماعه، الناس دي مش مستحمله، الزمالك بينهار كده في كل حاجه. ادي كهربا اللي كنت ليل ونهار على قناه نادي الزمالك، كهربا هيتوقف، كهربا مش هيلعب كوره تاني، كهربا مش عارف ايه. ادي كهربا والنادي الاهلي اتدقوا على عينيكوا تاني. اشبعوا بقى عشان تقعدوا ليل ونهار بقالكوا سنه معيشيننا في مسلسل حمضان، مسلسل كهربا والنادي الاهلي. كل يوم على قناه الزمالك ماركمش كلام غير على النادي الاهلي، وكهربا هيتوقف، وكهربا مش هيلعب كوره تاني. ادي كهربا اتدقوا على عينيكوا. تعالى خد بقى الصدمه، وقبل ما اتكلم في الصدمه صلي على النبي تاني. امضاء احمد فتوح للنادي الاهلي. امبارح كان في وكيل اعمال لاعبين قاعد مع احمد فتوح وبيقنعه اللي هو يمضي للنادي الاهلي، واللعيب قضى رغبته اللي هو عاوز يمشي من نادي الزمالك. ليه؟ بسبب مرتضى منصور، بسبب مرتضى منصور. مع مرتضى برضه اللي طفش فرجاني ساسي، واللي طفش مصطفى محمد، واللي طفش بن شرقي، واللي طفش طارق حامد، وابو جبل ولاعيبه كتير طفشت بسبب مرتضى منصور. خلاص اللعيبه طفشت، اللعيبه زهقت، عشان كده عاوزين يمشوا من نادي الزمالك. وطبعا فتوح مش هيلاقي افضل من النادي الاهلي، رقم واحد في افريقيا ورقم واحد في مصر ونادي معروف عالميا، وهيتكتب له في السي في بتاعه اللي هو لاعب في النادي الاهلي وهيلعب في كاس العالم للانديه. اي حد يحلم اللي هو يمضي للنادي الاهلي ان شاء الله يلعب ببلاش، هيلعب للتاريخ، هيلعب للتاريخ يا جماعه. انت عارف ايه اللي هو يلعب للنادي الاهلي؟ اعظم نادي في الكون، نادي العالم كله عارفه. مش هيلعب بقى مع نادي الزمالك ومشاكل مرتضى منصور وخناقات مرتضى منصور مع اللعيبه، راجل بيشتم اللعيبه وبيشتم الجمهور. يعني خلاص اللعيبه زهقت، اللعيبه طفشت، اللعيبه بتطفش من النادي. والزمالك قاعد يقع في كل اللعبات، الزمالك وقع في الطايره وفي السله وفي اليد وفي القدم، في جميع اللعبات الاهلي حاطط عليه. الاهلي ما بيرحمش حد. وادي اخرة عشان تفضلوا تتكلموا على الاهلي كل يوم. انتوا اتكلموا على الاهلي والاهلي كل يوم بياخد بطولات، او اللعيبه بتاعتنا بتطفش من النادي. خلاص كده ارتحتوا، دمرتوا النادي. هو ده اللي انتوا جايين عشان تعملوه، اللي انتوا تدمروا نادي الزمالك. مجلس الاداره بيدمر نادي الزمالك. شكرا لمجلس الاداره. هنقول لكم ايه تاني؟ حتى فرقه اليد اللي احنا كنا متفوقين على النادي الاهلي فيها، بقى الاهلي ياخدنا ورا مصنع الكراسي. بقى اسمها بدل ملوك الصالات اسمها ايه؟ ملوك بتوع السجات، بتوع السجات يا زمالك، سجات الافراح. خلاص الزمالك وقع، الزمالك خد على عينيه في كل اللعبات. هنيئا للنادي الاهلي.